بيبسي ما قالتش ان الكوكاكولا وحشه، كل اللي عملته انها غمضت عيون الناس وخلتهم يدوقوا. الحكايه بدات سنه 1975، وقتها كوكاكولا ما كانتش مجرد شركه مشروبات، دي كانت رمز امريكي ملايين الناس بيشربوها كل يوم، والكل كان مقتنع ان مفيش حد يقدر يقرب منها. اما بيبسي فكانت طول عمرها البراند اللي بيجري ورا الكوكاكولا، وكل محاولاتها انها تهز عرش كوكاكولا كانت بتفشل. بيبسي فهمت انها لو فضلت تتكلم عن تاريخها هتخسر، فقررت تلعب لعبه مختلفه، واللعبه كان اسمها بيبسي تشالنج. فرق من بيبسي نزلت المولات والشوارع وحطت قدام الناس كوبايتين من غير اي شعار، واحده فيها كوكاكولا والتانيه فيها بيبسي. المطلوب كان بسيط جدا، تدوق وتختار من غير ما تعرف انت بتشرب ايه. المفاجاه انه ناس كتيره جدا اختارت بيبسي، ومش مره ولا مرتين، وفي اختبار ورا اختبار بيبسي كانت بتصور ردود افعال الناس وبتحولها لاعلانات بيشوفها ملايين. الرساله ما كانتش كوكاكولا وحشه، الرساله كانت لما الشعار بيختفي ناس كتير جدا بتختار بيبسي. الاعلان عمل ضجه كبيره جدا. في البدايه كوكاكولا اعتبرته مجرد حمله اعلانيه وتنتهي، لكن مع الوقت بدا الشك يدخل الشركه، هل فعلا الناس بقت تفضل بيبسي؟ كوكاكولا قررت تعمل نفس الاختبارات داخل معاملها، والنتيجه كانت قريبه جدا من اللي بتقوله بيبسي. ناس كتير فعلا كانت بتميل لطعم بيبسي لانها كانت اكتر حلاوه. ومن اللحظه دي بدا الخوف، ولسنوات كوكاكولا فضلت تحاول تلاقي حل، لحد سنه 1985 لما اخذت اخطر قرار في تاريخها. كوكاكولا قررت تلغي التركيبه القديمه وتنزل منتج جديد اسمه نيو كوك. الشركه كانت مقتنعه انها اخيرا لقت حل للمشكله. الطعم الجديد كسب اغلب اختبارات التذوق، فكان طبيعي تتوقع ان الناس تحبه، لكن اللي حصل كان العكس تماما. التليفونات في الشركه ما بطلتش رن، والاف الرسائل وصلت من العملاء. محلات كتير خلصت منها النسخه القديمه لان الناس بدات تشتريها وتخزنها قبل ما تختفي. وفي ولايات امريكيه اتعملت حملات تطالب بعوده كوكاكولا الاصليه، والاعلام كل يوم كان بيتكلم على نفس الازمه. الموضوع ما بقاش اعتراض على طعم جديد، الموضوع بقى احساس انه شركه غيرت جزء من ذكريات الناس من غير ما تستاذنهم. في اللحظه دي كوكاكولا فهمت انها كانت بتحارب في المعركه الغلط. بعد 79 يوم بس كوكاكولا اعترفت بغلطتها ورجعت التركيبه الاصليه تحت اسم كوكاكولا كلاسيك. اما بيبسي فاستغلت الموقف ونزلت اعلانات بتسخر منها وبتقول ان كوكاكولا في الاخر اعترفت ان بيبسي كانت صح واننا احلى، لكن الحقيقه ان الاثنين كسبوا حاجات مختلفه. بيبسي كسبت اختبار الطعم، اما كوكاكولا فاكتشفت ان قوتها الحقيقيه عمرها ما كانت في الطعم. والدرس هنا انه اخطر حاجه ممكن تعملها انك تسمع منافسك اكتر من عميلك. كوكاكولا سمعت بيبسي وهي بتقول طعمنا احسن، لكنها نسيت تسال عملائها انتوا بتحبوا كوكاكولا ليه اصلا. ولما اهتمت وجاوبت على سؤال المنافس ونسيت سؤال العميل غلطت اكبر غلطه في تاريخها.